النهارده ان شاء الله هعمل معاكم كفتة داوود باشا، بس هنعملها بالفراخ. اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا حوالي كيلو الا ربع من الفراخ، صدور او وراك او الاتنين مع بعض، مفيش اي مشكله. معايا هنا بصلايه كبيره وقرن فلفل وفصين من الثوم. هفرم الفلفل والثوم والبصل كده مع بعض. ومعايا هنا البهارات، معايا بابريكا وفلفل اسمر وكمون وكزبره ومعلقه من السبع بهارات، وممكن تضيفي توم باودر وبصل باودر. لكن انا ما حطيتش لا توم باودر ولا بصل باودر عشان حاطه التوم فريش والبصل فريش. فرمت كده البصل مع التوم مع الفلفل الاحمر، وبعد كده هصفيه كده في مصفى عشان ينزل الميه اللي فيه، عشان ما نحطش الميه مع الكفته فتفك معانا. بعد كده بقى هنبدأ نفرم الكفتة بالشكل ده كده. زي ما قلت لك، ممكن تعملي صدور، ممكن تعملي وراك، ممكن تعملي الاتنين مع بعض. اي حاجة متاحة عندك مفيش مشكلة، يعني اي حاجة متاحة. هنفرمها بالشكل ده كده، هنفرم كل الكمية بنفس الطريقة. وزي ما قلت لك البهارات هيبقى بابريكا وفلفل اسمر وكمون وكزبره وسبع بهارات، والثوم والبصل حاطاه فريش. عاوزه تحطيه بودر حطيه بودر. لكن لو حطيتيه بودر في تلك الحالات هتفرمي بصلايه كده في الاول، وتنزلي الميه اللي فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بعد كده هناخد البصل وهنسيب الميه، طبعا هنحتاجها مش هنرميها. وهبدا اعجن كل الخليط كده مع بعضه. حطيت هنا بقى معلقتين من البقسماط، ورشه كده كمان من الملح، لان كنت حاطه معلقه ملح صغيره، فحطيت كمان شويه كده من الملح. والمعلقتين البقسماط طبعا عشان يمسكوها معانا ما تفكش في الصلصه. هبدا اقلبها بقى بالشكل ده، لازم تعجنها كده كويس. شايفين بعد ما اتعجنت بقى هنبدا بقى نعملها ايه، كور صغيره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، زي ما بتعملي داوود باشا باللحمه نفسها بالفراخ. هتكورها بقى كده كور صغيره، الحجم اللي انت عايزه تكبرها عن كده شويه، مفيش اي مشكله. طريقتها سهله جدا وبسيطه، وفي نفس الوقت طعمها بيكون حلو جدا. خلاص كده، دي الكمية اللي احنا هنعملها داود باشا في الصلصة. هناخد بقى بقية الكمية هنعملها كفتة. الكفتة دي طبعا ممكن تعملها برضو جنب مكرونة، ممكن تعملها في سندوتشات مع بصل وسماق وجرجير. يعني احنا هنعملها، لكن احنا مش هنعمل النهاردة بس غير داود باشا، لكن بقية الكمية هشيلها عندي في الفريزر. خلاص هنبدأ نصبعها كده بنفس الطريقة. لو عجبتك الوصفة ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد ينزل. خلاص كده تمام، عملت كده كفتة الصباع بتاعها كبير زي ما انتم شايفين، وبرضه هعمل حجم صغير كده لو هتحطيه في فينو صغير. خلاص خلصت كل الكمية كده بنفس الطريقة، شايفين شكلها ما شاء الله. الكيلو الا ربع من الفراخ يعني 750 جرام. ما شاء الله جاب معانا كمية كبيرة. جبت كده بقى اطباق فوم وحطيت فيها كيس من اكياس التلاجة، وهبدأ اعبيها بالشكل ده، لان قلت لكم طبعا الكمية دي انا هفرزها، وهنعمل بس اللي هي ايه الكفتة اللي هي داوود باشا. خلاص كده بقى، هنا هجيب شوية من الدقيق، حوالي معلقتين كده من الدقيق. وهبدأ احط كده الكفتة، اديلها تعفيرة كده في الدقيق، اقلبها كده تقليبها واطلعها من الدقيق. احنا بنحطها كده في الدقيق عشان لما بنيجي نشوحها في الزيت، شوية زيت صغيرين كده في طاسة، ما يكونش زيت كتير. هتشوحي فيها الكفتة، فبنحطها في الدقيق علشان ما تلزقش معانا في الطاسة. يعني مش لأي أسباب تانية، إنك بتحطها بس في الدقيق كده تعفيرة خفيفة وتحطها في الطاسة. وانت بتشوحها في الزيت ما تلزقش معاكي في الزيت. مجرد ما بتاخد لون هتقلبيها على الجهة التانية، لازم تشوحيها كده تشويحة يكون اللون بتاعها حلو كده، عشان لما بتاخد تشويحة حلوة بيبقى طعمها حلو في الصلصة. خلاص كده هتاخد لون على الجهة التانية، وبعد كده هنخرجها من الزيت.
هنا بقى جبت بصلايه، خدت الزيت اللي احنا محمرين فيه الكفته، قطعت عليه بصلايه كده، وهبدأ بقى احمر البصل. مجرد ما ياخد لون كده ويدبل هنزل عليه بالصلصه. حطيت هنا فلفل اسمر وملح، مش هحط بهارات اكتر من كده. ممكن تزودي طبعا شويه قرفه. وبعد كده هنزل بالكفته، وهزودها كده كوبايه من الميه. عفوا. خلاص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، هزودها كوبايه من الميه وهنسيبها تستوي كويس، مش هتفك معاكي ولا اي حاجه، وهتسويها وتسيبها في قلب الصلصه بتاعتها. مش هتفك ولا هيجرى لها اي حاجه خالص. شايفين خلاص الكفته بدأت تستوى. هنطفي على النار، وهنا غسلت شويه من الرز الابيض. هعمل رز ابيض بس هنشوحه كله. لما بتيجي تطبخوا الرز الابيض وتحطي معلقه كده من السمنه البلدي مع شويه من الزيت، تبداي تشوحي الرز كله تشويحه كده، يتغلف بالماده الدهنيه. بيطلع الرز معاكي كده مفرفر، ما بي... كل حبايه ما بتبقاش بتبقى سايبه التانيه كده، ما بيكونش ماسك في بعض. بعد كده نزلت عليه بملح وبميه عادي، وهنسيبه لحد ما يتشرب الميه بتاعته، ونهدي عليه النار ونسيبه لحد ما يستوي كده. خلاص كده الرز اتشرب الميه بتاعته، هنهدي عليه النار ونسيبه يستوي. وكده خلاص الوصفه بتاعتنا كده النهارده خلصت. الرز خلاص استوى والكفته استوت. وعملنا وصفتين من وصفه واحده، يعني هتعملي كفته بالصلصه يبقى معاكي كفته كده، هتحطيها في الفرن في صينيه او تشوحيها على النار وتحطي لها فحم، زي ما تكوني شويها بالظبط على النار. شايفين دي الكميه اللي احنا هنشيلها في الفريزر، وخلاص الكفته استوت والرز. ودي كانت وصفه النهارده، يا رب اكون افدتكم، واشوفكم في وصفه جديده على خير. ومع السلامه.